حياة القلوب، حياة القلوب. والحياة أيضا بهذا المعنى ضد الموت، الموت موت القلوب. ولكن ينبغي أن ننتبه إلى أن هذين التعبيرين الحياة والموت الواردين في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمعنى الثاني المتعلقين بحياة القلب وموته، ينبغي أن ننتبه إلى أنهما لفظان حقيقيان لا مجازيان. شحال من واحد كيسحب له يعني الحياة غير لما نقولوا القلب الحي أو قلب ميت يعني غير كلام كنشبهه به، لا، بل هو كلام حق حقيقي ينبئ عن حقيقة واقعة. فالقلب قد يموت وقد يحيا، قد يموت مع حياة البدن، البدن ها هو حي والقلب ميت، وقد يحيا مع حياة البدن فيكون الإنسان حيا بمعنيين. ومشكلة المسلمين اليوم أنهم غفلوا عن هذا المعنى، فقصد كثير منا تحقيق الحياة بالمعنى الوجودي، نطلب الحياة بالمعنى الوجودي، بمعنى أنه يعني نبقوا في الدنيا، ماشي بمعنى حياة القلوب التي سنفصل فيها ما يسر الله الليلة. ومع الأسف هذه الرغبة هي رغبة الكفار، وهذا موطن الداء في حياتنا النفسية والجماعية نحن المسلمين اليوم. رغبة الكفار بنص القرآن: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هذه الرغبة ديال اليهود والنصارى والمشركين جميعا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. الحياة بهذا المعنى أمر قدري، اللي مكتب لك ربي تعالى تعيشه في الحياة الدنيا راه مكتبوا لك، لا يزيد ولا ينقص. فالحرص عليها عبث، يبدأ الإنسان خايف ورفض الهم لطول عمره أو قصاره، رفض الهم الأمر اللي ماشي شغله، وما كاينش شي محنة في الدنيا قد ترفض الهم الحاجة اللي ماشي شغلك، لأنه تكليف ما لا يطاق، والله عز وجل رفع عنا في شريعتنا تكليف ما لا يطاق. أما الهم اللي خصنا نرفضه هو هم الحياة بالمعنى الثاني، حياة القلوب، وهذا المعنى كثير في القرآن، وطالما نبه عليه القرآن العظيم في مواطن عدة، ونبهت عليه السنة النبوية المطهرة. من ذلك قوله عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه. كان ميتا، ليست الموتة الوجودية البدنية، بل موتة القلب، الكفر أو الضلال، العمى. والإحياء هنا إحياء القلب بالهداية. ولذلك هذا العمى الذي يصيب كثيرا من المسلمين اليوم، عمى البصائر، سببه ضعف الحياة في القلوب أو انعدامها بالمرة، نسأل الله العافية. ولذلك النذير القرآني لا يستيقظ به إلا من كان حيا بهذا المعنى القلبي، لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. في هذا التعبير ما يسمى في علم الأصول بدلالة المقابلة، كان فهموا هادي بهادي، يعني بالضد ديالها، وبضدها تتميز الأشياء. لتنذر من كان حيا، قال ويحق القول على الكافرين. علاش؟ ميتين، هذا المعنى. من كان حيا سيصغي إلى النظارة، أما الكافر فهو ميت القلب، ماشي بالمعنى ديال موتة البدن الوجودية اللي هي حق على كل البشر، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا عام، ويؤمن به الكافر والمسلم سواء، ما ينكروا غير شي واحد اللي حمق فقط من الكفار أنفسهم. أما الحياة الروحية، حياة القلب الحقيقية، والتي بمقتضاها يصغي المسلم إلى كلام الله ويستشفي به، كيبدأ يعالج نفسه به كما تستشفي الأرض الجدبة بماء الغيث. الله عز وجل أعطانا في القرآن أمثلة كثيرة متعلقة بالنبات والإنبات،
فين ما سبحان الله العظيم تكلم الله عز وجل على حياة القلوب أو حياة الأبدان بعد الموت، إلا وكيجيب لنا المثال ديال النبات، وهو مثال مهم جدا في بعث الإنسان بعد موته وفي بعث القلب هنا في الحياة الدنيا. يعني مثال مهم جدا في الحياة بالمعنيين بجوج، بالمعنى ديال الحياة حياة الأبدان، وبالمعنى ديال الحياة حياة القلوب والأنفس. وكما أن الله ينزل ماء المطر فيحيي الأرض بعد موتها، فكذلك ينزل الوحي فيحيي القلوب بعد موتها. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه الآية هي الساروت ديال اللي خاصو شي حاجة في النفس ديالو ما بغاتش تريقلو، ونحن جميعا في حاجة إليها، صالحنا وطالحنا، سابقنا ولاحقنا، في حاجة إلى هذه الآية، إلى إعمالها في أنفسنا كل يوم. هي الساروت وعجيبة ومتفردة في القرآن، ما كاين شيء بحالها في القرآن الكريم، لأن فيها يسمي الله عز وجل القرآن روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو القرآن. وهذا شيء مهم جدا، لأنه كيحط لنا اليد ديالنا على الطريق وعلى الزر البطونة ديال الضوء باش تشعل ويضوى المكان وتولي النفس ديالك مبصرة، كتشوف الحقائق القرآنية التي بها تبصر نفسك. النفس ديال الإنسان كل واحد فينا عنده فيها مشاكل، كيلقى راسو معجاز تعبان، يلقى راسو يتأخر عن الصلوات، صلاة الفجر، أو ينقطع عنها، أو تميل نفسه إلى الشهوات والحرام، وهو ما بغيش، هو لا يريد أن يكون فاسقا ولا مجرما، ويريد أن يكون من العابدين ومن السابقين ومن المحبين لرب العالمين، لكنه يجد نفسه أنه لا يستطيع، ضعيف، ويحاول ثم يسقط ويحاول ثم يسقط. عندك شي مشكل تماما بحال الموتور ديال السيارة، إلا كتحركو ما يبغيش يتحرك، كديماري ما كيبغيش يديماري، شي مشكل كاين، أو يمشي ويسكت، شي مشكل كاين. فكيحتاج إذن إلى إنارة، خصك واحد القدرة ومعرفة بأجزاء تلك الآلة والتفاصيل ديالها باش تعرف المشكل فين كاين بالضبط. فإذا عثرت عليه سهل الحل. أصعب مراحل العلاج الطبي في الأبدان التشخيص، يعني يقول لك الطبيب المرض ها هو، من اللي كيتلقى المرض بعد ذلك كيكون 50% ديال المشكل أو أكثر قد حل. مشكل كبير إذا الأطباء ما استطعوش يشخصوا المرض، ما عرفوش. وكذلك الأنفس وزانها كالأبدان سواء، لأن الذي خلق النفس سبحانه هو الذي خلق البدن. فإذا مطلوب مني ومنك حينما نجد علة ما، كنلقاو واحد الأعراض مرضية في أنفسنا، نقلبوا على الأسباب. هذه الطريقة ديال العلاج ديال النفس. الأعراض المرضية في الأبدان مثلا السخانة كما يقول الأطباء ماشي مرض، هي نتيجة ديال شي مرض كاين. فاللي طلع له السخانة راه ماشي المشكل دياله هو السخانة، شي حاجة عنده سببت له السخانة. فكذلك من تأخر عن صلواته وأدخل بعضها في بعضها، أو انقطع عنها، أو زنى أو سرق أو كذب وهو يكره الكذب لكنه يكذب، عنده شي حاجة ناقصة، واحد البياسة عنده خاسرة ستبدل. هذه الآية مفتاح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري يا محمد، يعني عليه الصلاة والسلام، ووجدك ضالا فهدى. هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان حير، كيقلب على حقيقة الرسالة وعلى حقيقة الوجود قبل ذلك، خصو يفهم بعد، كان كيقلب يفهم الكون كيفاش هو، من ربه وكيف أمره، ما بدؤه وما غايته. ووجدك ضالا فهدى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الأمور عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ما كانتش عنده حتى بعث. وقلنا مرة أخرى بأن هذه الكلمة ديال البعث في القرآن الكريم هي من أعظم الكلمات اللي بها يمكن نوصلوا
احنا المسلمين بعد ذلك إلى إحياء أنفسنا، لأن كلمة البعث فيها جوج ديال المعاني كبار. معنى ديال الإرسال، المبعوث، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي نرسل. وفيها معنى ديال الإحياء للموات، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أي أحياه. وأيضا الإحياء بمعنى إحياء القلوب وإحياء الإيمان، فلما تبعث عليه الصلاة والسلام كان ذلك بمثابة إحياء له بعد موت. وكذلك أوحينا إليك روحا، ما زال كنتكلموا على الروح، القرآن. ها هنا سر عظيم يجب أن نسعى إليه ونسير. إذا كان القرآن روح، فما الروح إذن؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح الذي به حياة الأبدان، الروح اللي به كتحيا الأبدان، فجاء القرآن الكريم بالجواب: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من أمر ربي، الأمر هذاك الروح ديال الأبدان اللي به حياة الأبدان، والقرآن نفس الأمر قال فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا أي من أمر ربي. فمصدرهما إذن واحد، الأمر إنما أمره، وهذا الأمر كنه مجهول، ماشي معروف للإنسان، ولا يستطيع عقله أن يحيط به، ولكن يستطيع أن يستفيد منه. ما تقدرش تعرفه، ما تقدرش تلمسه، ولكن يمكن تستفد منه وتداوى به. أمر الله الروح يرجع إلى اسمه سبحانه وتعالى، من أسمائه الحسنى الحي،